لما تبقى رايح تشتري فول وطعمية وترجع تلاقي نفسك هتحرق البيت. بصوا بقى على اللي حصل لي امبارح بالتفصيل. امبارح ابويا اتخانق مع امي وفضل ينكد عليها لحد ما راحت نامت وهي مخنوقة. وتاني يوم من اول ما الشمس طلعت قالت لي انا رايحة عند خالتك مش قادرة، حاسة ان اطفطه ما بقاش عندي طاقة لأي حاجة. وطبعا مشيت من غير ما تعمل لنا لقمة ناكلها. قلت لابويا ايه رايك انزل اجيب فول واحمر شويه بطاطس ونتعشى سوا؟ قال لي ماشي روح، بس اوعى تنسى الطعميه السخنه يا سيد الناس. نزلت جبت كل حاجه ورجعت على البيت. وقفت في المطبخ احمر البطاطس، ولعت البوتاجاز، بس نسيت ان النار كانت عاليه على الاخر. ويا سلام بقى، اول ما نزلت البطاطس في الزيت النار طارت لفوق، وصلت لحد السقف. جريت على ابويا وانا بصرخ يا بابا المطبخ بيولع. جرى ورايا، دخل، لقى نار طالعة قدامه، راح مسك جردل المية وسكبه على النار. بس الصدمة إن النار زادت أكتر. لو ما كانش عم صلاح جارنا سمع الصريخ وجرى علينا وكان معاه طفاية، البيت كان هيتحول لكباب أنا وأبويا.